البارح درت واحد الفيديو ديال علاش ندمت ملي جيت لكندا. كانوا عليه بزاف ديال التعليقات ديال الناس، كانوا عليه بزاف ديال المشاهدات، ولكن بغيت نوضح شي امور مورا ما درت هذاك الفيديو. انا شخصيا ما ندمتش حيت جيت لكندا، ولكن بقى فيا الحال على شي حوايج، بقى فيا الحال على والديا خليتهم في البلاد، ما كرهتش شكون جبتهم معايا هنا. خوتي صحابي، بقى فيا الحال على الوطن اللي هو كأرض كمغرب. ولكن ما بقاش فيه الحال على شي امور اخرى اللي جيت هنا الحمد لله وما لقيتهاش. غير باش تفهموا، لان شي وحدين قالوا تتحدث بكره عن المغرب. انا ما كنتحدثش بكره، بالعكس. انا دوزت 40 عام في المغرب، 41 عام في المغرب، الحمد لله. كنحب بلادي، كنحب المكان اللي تزدت فيه، كنحب والديا وصحابي والمكان اللي هما كاينين فيه. طبيعه المغرب ما خليت، الحمد لله. فين مشيت من الشمال ديال المغرب للجنوب ديال المغرب، الحمد لله كانت واحد الحياه زوينه في المغرب، بخير وعلى خير. وللاشاره، الناس اللي تيتكلموا ايضا على اللي كيجيو هنا لكندا غير حيت كان المستوى ديالهم في المغرب طايح. الناس ديال السميك الناس ديال السميك ما تيجيوش هنا لكندا. كندا لا تقبل الا على المستقرين ماديا. هذه دخلوها لعقلكم. يبقى يقول لكم حتى شي حد راه هنا اللي كيجي كندا حيت ما كانش عنده وجا هنا ولا عنده، راه ما كايناش هذه الهضره هذه. كندا لا تقبل الا على المستقرين ماديا، وكندا كتامن بهجره العقول. راه ما كاينش هذيك الهضره ديال راه ما كانش عنده. انا لا تكلمت على راسي، الحمد لله. انا راه كنت بداري بطوموبيلتي، انا خدام. الامور كلها كانت بخير، ماديا كنت بخير ومستقر. حنا ما جيناش على الاستقرار المادي. ونقول لكم واحد القضيه، واحد النصيحه: اللي جاي لكندا هنا باغي الفلوس، زيرو. ها، راه ما غدير حتى شي حاجه. والله ما دير شي حاجه في حياتك. هنا لا جيتي لكندا كتقلب على الفلوس. كندا راه ما تعطيش الفلوس. كندا راه ما تيطيحوش الفلوس من الشجر ومن السماء وتصب عليك الشتا. والله ما ضربتي تماره لا جبتيهم. المهم راه دير في راسك هذه النقطه هذه باش ما تبقاش تقول راه اللي ما كانش عنده تيجي هنا وتيعجبو الحال. كاينين ناس دي زانجينيور كنعرفهم انا كاينين هنا، والحمد لله مستقرين وعاجبهم الحال بخير. علاش جاو هنا كندا هما اللي عارفين. وكاينين ناس تاني كانوا بخير وعلى خير ومشاو في حالاتهم، ما عجباتهمش كندا. ربما الجو ما عجبهمش، ربما الحنين، ربما على قبل الوالدين، ربما على قبل بزاف د الحوايج، ربما ما قدروش على الغربه. اما الاستقرار المادي هو ماشي مساله خلاتنا نجيو هنا لكندا باش نجي نستقر هنا ماديا. لا، الحمد لله. انا كنت مستقر ماديا في المغرب، وجيت هنا على قبل القرايه ديال الوليدات. جيت هنا على قبل امور اخرى. الا بديت كنذكر فيها شي وحدين غيبداو يقولوا هذا الانسان هذا راه ما تيحملش بلادو. انا كان بالعكس، انا بلادي عزيزه عليا وبزاف كاع. حاجه اخرى، المساله الثانيه اللي هي المساله ديال واحد. ربما ما بغيتش نجاوب السيد مباشره، ولكن الانسان تيقول لك غيمشي يتدفن في بلاده. ربما هذيك الا كنتي بغيتي غير تمشي تدفن تما راه مشكله هذيك في حد ذاتها. الا كنتي باغا ترجع غير باش تدفن تما راه مشكله في حد ذاتها. صراحه انا ما بغيتش ندير هذا الفيديو باش نجاوب على لي كومونتير، ولكن بغيت ندير هذا الفيديو باش نقول لكم باللي انا ملي درت الفيديو البارح راه ما درتوش بصفه عامه، انا درتو بصفه خاصه. يعني شي وحدين اللي تيجيو هنا وتيمشيو، وكنتكلم على واحد المساله اللي هي ربما نصيحه اكثر من ما هي شيء اخر. انا تنتكلم على بغيتي تجي لكندا، حط لي باز ديالك، عرف انت راسك شنو باغي دير. ماشي انت غير بغيتي تجي لكندا والسلام عليكم. حط اهداف. وجيتي لكندا حقق شي حاجه، صوب شي حاجه، قاد شي حاجه، دير ديبلوم. رجع معاك بشي حاجه للبلاد باغي ترجع. ما تنقولكش ما ترجعش، راه انا نقدر نبغي نرجع في واحد اليوم من الايام. اصدقاء اخرين كنعرفهم باغيين يرجعوا من بعد ما خداو الجنسيه، تيقول لك نرجعوا نديروا مشروع في المغرب، نرجعوا نديروا اي مزيان. مزيان ترجع، ولكن ما ترجعش خاوي. الا رجعتي للفيديو تصنتي لي راه تنقول لك ما ترجعش خاوي. ولا بغيتي تجي النهار الاول جي وانت عارف راسك علاش باغي تجي. انا جيت بغيت نقري ولادي غنقريهم هنا، وديك الساعه بغيت نديهم. جيت بغيت الجنسيه غنبقى تناخذ الجنسيه، وديك الساعه بغيت نمشي. جيت بغيت ندير. لا بغيتي تجي على قبل الفلوس راه ما كيتجمعوش هنايا. خاصك تخدم ثلاثه الخدام هنا الا بغيتي تجمع الفلوس، وتكون انت خدام ومرتك خدامه. الكرا غالي، الصير غالي، لي زاسيرونس غاليين. هنا راه ما تيتجمعوش فلوس. هنا تعيش العيش الكريم، تكون في دار زوينه. كاينين الناس اللي قال لك ساكنين في ديزابارتمون صغار وغاليين، داكشي على حسب المناطق. الحمد لله هذه المنطقه اللي فيها انا الحمد لله الكرا راه مرفق، الديور كبار تبارك الله، لي جاردان، الناس عندك الجرده القدام الجرده اللور،
تقريبا تقدر تلقاه ب 1400 1500 دولار. الا كنتي الحمد لله الصالير ديالك مزيان راه تعيش العيش الكريم. ما تجيش هنا باش تجمع الفلوس، ما تجيش كندا باغي تجمع الفلوس، جي لكندا باش تعيش. عيش وقري ولادك، ونهار تبغي تمشي دي معاك الباسبور ديالك ودي معاك ديبلوم نتايا، ودير شي حاجه زوينه في المغرب، ياك المغرب كيعترف بالدبلومات الكنديه. ودير شي حاجه زوينه في المغرب، ماشي تجي هنايا خاوي. جيتي ضيعتي حياتك كامله اللي كنتي داير، وجيتي هنايا وما درتي والو هنا وتميتي راجع خاوي. هذه هي النقطه، وركزوا عليها. انا لا اعمم، ما كنعممش، وفي نفس الوقت ما تنقول حتى شي واحد ما ترجعش. انا ماشي ضد الفكره، انا ضد المبدا. يعني تجي ما عارفش راسك علاش باغي تجي، وفي نفس الوقت مني تجي تمشي خاوي. هذه هي اللي انا ضدها. وسمحوا لي بزاف على الناس اللي فهموا الفيديو الاول غلط. يعني انا ما كنتش كنقصد شي حوايج وربما الناس فهموه غلط، ولكن ما كاين حتى شي مشكل. هذا هو تيك توك، وهادو هما الفيديوهات. ربما تقول انت واحد الميساج، وكاين اللي ما قراش كاع الفيديو، كاين اللي تصنت على الجمله الاولى وبرك هاك بالك. يعني ما عرفتش اش غنقول كاع. المهم كندا زوينه، المغرب زوين، كل واحد وبلي زانكونفينيون ديالو وبلي زافونتاج ديالو. ولا جيتي هنايا يعجبك الحال، بقيتي في بلادك راه غيعجبك الحال. وكل وشنو هو باغي يدير في حياته، راه كل حر في حياته. حنا ما تنقولوا حتى شي حد بقى وما تنقولوا حتى شي حد سير. حنا نوجه الناس فقط، حنا كنوجهوا الناس اللي بغاو يجيو هنا، نعطيهم افكار على البيرمي ترافاي، نعطيهم افكار على الاقامه الدائمه، نعطيهم افكار حقيقيه على كندا. راه بزاف الناس تيكذبوا، بزاف الناس تيديروا الزور في الفيديوهات. حنا بغينا نقولوا الحقيقه، واللي بغى يدير يسمع الحقيقه يتصنت لينا. اللي بغى يسمع الحقيقه ديال بصح يتصنت لينا. اوكي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم.